بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا حبايبي جريد 6. النهاردة بإذن الله مكملين في يونت 2 ليسون 4 الوحدة الثانية الدرس الرابع. الدرس اسمه comparing and ordering rational numbers. comparing معناها مقارنة اللي هي more than, less than or equal، و ordering معناها الترتيب اللي هو ascending from the least to the greatest اللي هو التصاعدي، و descending from the greatest to the lowest أو the smallest. طيب أول حاجة عندي ال comparing معناها بقارن. طيب لو أنا بقارن دلوقتي عندي نقطتين x و y، تمام؟ x on the left y on the right، يبقى الطبيعي مين اللي هيبقى الكبير؟ ال y. عشان كده قال لك if the point which represent the number x lies on the left of the point which represent the number y then x less than y. معناها لو في نقطة على يسار أو شمال نقطة تانية، الاكس على اليسار الواي والواي على اليمين، فإن البوينت اللي على اليمين بتبقى هي الكبيرة. عشان كده هنا x less than y أو y more than x. الاكس أصغر من الواي والواي أكبر من الاكس. طيب represent the following rational numbers on the number line. مثل على خط الأعداد and then arrange ascending، ومن ثم رتبهم ascending يعني تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. ركز كده، هنلاحظ ان هنا بيقول لي هنا ايه 7 over 5 و0 و9 over 5 و2 ونيجاتيف 1. هنلاحظ ان في الزيرو وفي رقمين over 5 وفي رقمين whole numbers او رقمين integers، مفيش fraction. طب انا دي هعملها ازاي؟ لازم عشان ارتبهم denominators او الرقم اللي تحت يكون كله زي بعض. فهنا خليتها ايه؟ تحت كام؟ 5، يبقى هخليه كله over 5، يبقى دي 7 over 5 و0 over 5 و9 over 5. طب ال2 طب اعرف منين بقى؟ اعمل 2 multiply 5. 2 multiply 5 بكام؟ ب 10. يعني يا مستر ال2 دي هخليها 10 over 5. طيب والنيجاتيف 1 multiply 5 هخليها minus 5 over 5. تاني لازم عشان اعمل لهم represent او اعمل لهم order ترتيب، لازم الدينومينيتورز او الرقم اللي تحت يكون كله زي بعض عشان اعرف اقارن وارتب. طيب هنا 5 اخلي الزيرو 0 over 5 9 over 5 2 multiply 5 ب 10. عشان كده لما اقول 10 divide 5 ب 2. نيجاتيف 1 multiply 5 بنيجاتيف 5، يعني النيجاتيف 1 هي الماينس 5 over 5. طيب هنا بين الزيرو والماينس 1 هيبقى في كام ايكوال سبيس؟ طالما قلت اوفر 5 يعني انا هقسم المسافه لخمس اجزاء 5 بارتس قد بعض. يبقى هنا 0 1 2. خلي بالك الفرق بين النقطه والمسافه، انا بقول لك الديستانس اللي بين النقط. ادي 1 2 3 4 5، خمس مسافات قد بعض. محدش يعد النقط، لا الديستانس الايكوال ديستانس المسافات. يبقى هنا 1 2 3 4 5، يبقى ده خلاها 0 over 5 minus 1 over 5 minus 2 over 5 minus 3 over 5 minus 4 over 5 وهنا minus 5 over 5 اللي هي minus 1. والناحية التانية 1 2 3 4 ال1 اهي ب 5 over 5 مش عاوزها. 6 over 5 يبقى هي دي 7 over 5. اللي بعدها 8 over 5، اللي بعدها عندي 9 over 5، واخر حاجة 2 ب 10 over 5. انا كده حطيتهم على النمبر لاين. اخر حاجة هرتب. طالما برتب من خط الاعداد من الشمال لليمين، من الشمال لليمين. من اول واحد على الشمال برافو الماينس 5 over 5 اللي هو النيجاتيف 1، بكتب الاصل بتاعه. بعد كده الزيرو، بعد كده ال7 over 5، بعد كده ال9 over 5، واخر حاجه ال2 اللي هي ال10 over 5. يبقى تاني بعد ما بعمل representing او تمثيل على النمبر لاين برتب. طالما قال لي ascending from the left to the right، يبقى نكتب هنا في ascending left to right، من الشمال لليمين.
يبقى اول حاجه الماينس 1 اللي هي ماينس 5 اوفر 5، 0 اوفر 5، 7 اوفر 5، 9 اوفر 5، واخر حاجه 2. طيب تاني حاجه لما نقارن، المقارنه يا اولاد في بينها كذا شكل. اول حاجه عندي دي اخدناها في جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، لما يبقى الدينومينيتورز الرقم اللي تحت قد بعض، ساعتها انا بقارن الكبير من الكبير، ال7 ولا ال5، يبقى ال7. خلاص. تاني ده اسمه denominators، اللي فوق اسمه numerator. لما يبقى الدينومينيتورز ده سيم ايكوال يعني او زي بعض، بقارن فوق عادي ال7 اكبر ولا ال5، يبقى ال7 اكبر. طيب الحالة التانية عندي اللي هي زي سي، لما يبقى النوميريتور هو اللي زي بعض، يعني 11 فوق وهنا 11 فوق، ساعتها الكبير بيبقى هو الصغير، يعني ببص للصغير. يبقى هنا ال 11 اوفر 12 اكبر من 11 اوفر 15. يبقى انا قلت حالتين لحد دلوقتي. لما يبقى الرقم اللي تحت قد بعض، the sign look at the greatest، العلامة بتبص للكبير. لما يبقى اللي فوق قد بعض، the sign look at the smallest، يعني بيبص للصغير. طب يا مستر لو الاتنين ديفرانت، نعمل ايه؟ يعني هنا هم مختلفين، نعمل السيزرز اللي هو الكروس برودكت. نعمل مقص 6 ملتبلاي 1 يبقى ب6، نيجاتيف 1 ملتبلاي 4 يبقى بنيجاتيف 20. تاني بعمل مقص 6 تايمز 1 اكتب فوقيها على دماغ ال1 يبقى 6، 4 ملتبلاي نيجاتيف 5 يبقى بنيجاتيف 20. مين اكبر ال6 ولا النيجاتيف 20؟ برافو، طبعا ال6. طب نيجي هنا نفس الفكره يا مستر، مختلفين، يبقى نعمل سيزرز مقص 3 تايمز 6 18، 12 ملتبلاي 2 ب 24. مين اكبر؟ ال 24. طيب هنا يا مستر اعمل ايه؟ ده ديسيمال. انا عندي حلين، انا عندي هنا حلين، يا اما اخلي ده ديسيمال يا اما اخلي ده فراكشن، يعني يخليه ده شبه ده يخليه ده شبه ده. طب ممكن واحد يقول لي طب يا مستر بدل ما اخلي ده فراكشن اقول 11 ديفايد 2. 11 ديفايد 2 بكام؟ بخمسة ونص، 5 and 5. خلاص. يبقى هنا ال 3 اكبر ولا ال 5؟ يبقى ال 5. طب واحد تاني يا مستر معلش انا عايز اعملها بالفراكشن، هقول لك بص، دي 3.2 دي معناها 32 over 10. ليه عرفت انها اوفر 10؟ لان في رقم ديسيمال واحد، وهخلي دي زي ما هي 11 اوفر 2. تاني انا دلوقتي عايز احولها اخليها فراكشن، فدي معناها 32 اوفر 10. لو في رقم واحد بعد البوينت يبقى اوفر 10، لو في رقمين يبقى اوفر 100. فانا خليتها فراكشن. طب اعمل المقص، بقت دي ب 64 و11 ملتبلاي 10 ب 110، يبقى ال 110 اكبر من ال 64. تمام يا بطل؟ يبقى عاوز تحلها الطريقه دي ماشي، بالطريقه دي ماشي. الاتنين مختلفين يا مستر، يبقى مقص، يبقى دي 10 ودي 12. مين اكبر، ال 10 ولا ال 12؟ طبعا ال 12. تمام. يبقى احنا كده اخدنا الثلاث حالات في المقارنه. ركز معايا بقى يا بطل ويا بطله في الجزئيه دي. لما اجي اقول لك density of rational numbers، density معناها كثافه. طيب بيقول لي ايه هنا؟ between every two different rational numbers there are infinite number of rational numbers. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا واحنا صغيرين لما اجي اقول لك بين ال1 وال2 تقول لي يا مستر ده الاتنين ورا بعض مفيش بينهم حاجه. كبرنا شويه واخدنا حاجه اسمها الراشونال نمبرز اللي هو السنه دي. لما اجي اقول لك هات لي فراكشن بين ال1 اوفر 3 وال2 اوفر 3، هو هنا بيقول لي في عدد لا نهائي بينهم. يا ازاي يا مستر مش ال1 بعدها ال2؟ طب هقول لك، ركز معايا. مش هنا 1 اوفر 3؟ ايوه. وهنا 2 اوفر 3، تمام. اعمل ملتبلاي نفس الرقم هنا وهنا، فهقول هنا ملتبلاي 2 اب ملتبلاي 2 داون بقت 2 اوفر 6. طيب 2 تايمز 2 ب 4، 3 تايمز 2 ب 6. الله، ده بقى في رقم في النص
ايه الرقم اللي في النص؟ ال2 وال4 يبقى بينهم ال3. طبعا 3 over 6. طب جابها المستر في الامتحان بتاع التقييم صعبها علينا، قال لنا يا ولاد انا عاوز رقمين في النص مش رقم واحد. هاجي من الاول واقول له هنا multiply 3 up multiply 3 down يبقى 3 over 9. 2 times 3 ب 6. 3 times 3 ب 9. انا عاوز رقمين بين ال 3 وال 6 يبقى اول واحد 4 over 9، تاني واحد 5 over 9. وعلى كده ممكن اكمل بقى اقول لك هات لي 10 ارقام. خلاص يا ولاد، يبقى عشان كده there is infinite number، عدد لا نهائي between any two rational numbers. لو عاوز 100 و100 اجيب لك، 200 و200 اجيب لك. يبقى نفس الفكرة هنا اهو، هقول تاني multiply 2 up multiply 2 down بقت 2 over 6. 2 times 2 ب 4. 3 times 2 ب 6. مين اللي بين ال 2 over 6 وال 4 over 6؟ في عندي رقم واحد 3 over 6. طب لو عاوز رقمين، ها multiply 3 up multiply 3 down بقت 3 over 9. 2 times 3 ب 6. 3 times 3 ب 9. مين اللي في النص بينهم؟ ال 4 وال 5. يبقى هنا في رقمين في النص. طيب هنا find the rational number using بين ال 1 over 2 وال 5 over 7. لاحظ هنا ان يعني ان هنا في 2 و 3، ها ال 3 وال 2 سوري هنا الدينومينيتورز مختلفين. الدينومينيتورز مختلفين، فوق كانوا شبه بعض، اما هنا الارقام اللي تحت مختلفه. فهنعمل ايه؟ نعكس. يعني ايه يا مستر؟ مش دي 2 تمام، وهنا ايه 7، يبقى الاولاني تايمز 7 تايمز 7، وهنا في 7 تحت يبقى الفراكشن التاني تايم 2 تايم 2. يبقى اول حاله في الدنستي لو الرقمين تحت شبه بعض فبنعمل نفس الرقم. طب لو الرقمين مختلفين يبقى نعكس. هنا في 2 يبقى الفراكشن الاولاني ملتبلاي 7 و7. هنا في 7 يبقى الفراكشن الاولاني ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. بقى ده اسمه 7 over 14 وده 10 over 14. بين ال 7 وال 10 في ال 8 وفي ال 9. يعني انا ممكن اقول له 9 over 14 and 8 over 14. تمام يا بطل؟ تمام. طب لو انا عاوز 10 ارقام كمان يعني انا جبت ال 7 وهو ال 10 وعاوز 10 ارقام 100 رقم، اعمل ملتبلاي 10 up and ملتبلاي 10 down. شوف بقى ده اسمه 70 وده اسمه 100، ادي 30 رقم في النص. يبقى انا ممكن من الاول، خلي بالك لو هو قال لك رقم واحد، جرب ملتبلاي المقص. بعد ما عملت المقص طلع مثلا في رقمين وهو عاوز 3، اعمل ملتبلاي 10 اب وملتبلاي 10 داون، خلاص هتبقى 70 وهتبقى هنا 100. هات كل اللي في النص. تمام يا بطل؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ minus 2.1 and negative 2. الاتنين بالنيجاتيف. طيب مش مشكلة. طب دي هعملها ازاي؟ هنا في ديسيمال، هنا مفيش. طب انا هعمل ايه؟ مش هنا في رقم واحد؟ تمام، 0.1. وهخلي النيجاتيف 2 دي نيجاتيف 2.00. ليه 00؟ لان لو قلت نيجاتيف 2.0 ونيجاتيف 2.1 مفيش حاجة بين الزيرو والوان. لكن لما حطيت رقمين وهزود لده زيرو بقى في 10 ارقام في النص. تاني، هو المفروض الماينس 2 والماينس 2.1 الاتنين ورا بعض، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2.1، او تتقرا نيجاتيف 2 and 1/10. طيب اعمل ايه؟ اكتب النيجاتيف 2 بوينت وانزل زيروهين، كده كده مش هيتغير الفاليو، مش هيتغير القيمه. وهنا هزود زيرو على اليمين برضو مش هيتغير القيمه. بقى دي ماينس 2 وماينس 2.10، يبقى في 9 ارقام في النص، دي 2.01 2.02 لحد نيجاتيف 2.09. تمام يا بطل؟ تمام. طيب choose the correct answer. السؤال ده جه في الفيوم. الماينس هاف اكبر ولا الزيرو؟ طيب في الطبيعي ان الزيرو اقل من اي حاجه الا لو رقم نيجاتيف. يعني لو اي رقم نيجاتيف مع الزيرو، الزيرو يكسب. الزيرو اكبر من اي رقم نيجاتيف. الزيرو اكبر من اي رقم نيجاتيف. يبقى الاجابه هتبقى بي. 3 over 5 و 2 over 7 في حاجه شبه بعض فوق ولا تحت؟ لا، يبقى دي الحاله الثالثه المقص. بقت دي 21
وبقت دي 10. يبقى مين اكبر؟ ال 21. خلاص شوف الموضوع بقى سهل. السؤال ده جه في اسماعيليه وجا في المنيا. 3.8 اكبر من ايه؟ طالما قال لي اكبر من ايه يعني انا عاوز رقم صغير. اقل من ايه يبقى انا عاوز رقم كبير. فانا عايز رقم اقل من ده. طيب الفور اقل؟ لا. الفايف اقل؟ لا. النيجاتيف 6 اقل؟ ايوه يبقى هي دي. لان ممكن واحد ما ياخدش باله من النيجاتيف يقول لك دي 6. لا خلي بالك النيجاتيف بتفرق. السؤال اللي بعده جه في كفر الشيخ. the numbers between 2.5 and 2.6. في الطبيعي ان الاثنين ايه ورا بعض. طب احنا نعمل ايه؟ نزود الزيرو. بقى ده 50 وده 60. يبقى 50 حاجه. ها 2.45 لا. 70 لا. 54 يبقى هو ده 2.54. السؤال اللي بعده جاء في المنوفية. the rational between negative. السؤال ده مهم جدا وهتلاقي في كل امتحان سؤال زيه. نفس الفكرة. هنا ايه 50 وده هيبقى ايه 40. خلي بالك بقى بين ال 50 وال 40 يعني مين الصغير؟ يعني هو الطبيعي ان الصغير ال5 يعني نيجاتيف 2.40 حاجة 40 اي حاجة. 53 لا 43 يبقى هو ده. لان هو الوحيد اللي بين النيجاتيف 2.40 and نيجاتيف 2.50. طيب هنا برضو قال لك comparing مقارنة الماينس هاف والزيرو. نفس السؤال متكرر يبقى الزيرو. 3 over 2 و 1 over 2. تحت هنا شبه بعض. طالما تحت شبه بعض يبقى بص ناحية الكبير. خلاص 3.7 و 65. اوعى اعمل المقارنه لازم يبقى هنا في كام رقم؟ في رقمين. يبقى لازم هنا يكون في رقمين. يبقى زود زيرو. عود نفسك لما اجي اقارن مع الديسيمالز او مع رقم عادي لازم يبقى عدد الارقام قد بعض عشان اعرف اقارن. بقى دي 3 and 65 و 3 and 70 يبقى ال 70 اكبر. ماينس 1.6 ونيجاتيف 8.5. الاسهل لي ايه؟ زي ما قلت لك حول دي خليها فراكشن. يعني دي هخليها نيجاتيف 16. في كام رقم بعدها؟ واحد يبقى 10. خلاص. طيب نعمل مالتبلاي. نيجاتيف 8 مالتبلاي 10 نيجاتيف 80. 5 مالتبلاي نيجاتيف 16 برضو بنيجاتيف 80. يعني الاتنين ايكوال. هنا اهو الاتنين تحت شبه بعض. ابص ناحية الكبير. الماينس 3 ولا ال1؟ ال1. قارن هنا اللي فوق شبه بعض. ابص ناحية الصغير. خلاص عرفنا الكيسز كلها. ال 0.5 معناها 5 over 10. نعمل مقص يبقى دي 40 و10 تايم 2 ب 20 يبقى ال 40 اكبر. السؤال ده جه في اسماعيلية. انا عاوز ارتب من الكبير للصغير. بص هنا في كام؟ 3 ماينس 2 0 ماينس 4 وهنا 3. مين اكبر واحد؟ هو طبعا في رقمين في البوزيتيف. في عند ال 3 وفي عند ال 3 عند 3 اوفر 5. طيب دي معناها ايه؟ 3 عند 0 طالما اوفر 5 يعني 0 اوفر 5. يبقى مين اكبر؟ يبقى اول حاجه 3 عند 3 اوفر 5. بعد كده ال 3. بعد كده في 0 ماينس 2 ماينس 4 يبقى بعد كده ال 0. وبعد كده الماينس 2 الاول. واخر حاجه عندي الماينس 4 and 3 over 5. اهو السؤال ده اهو برضه اهو rational numbers جه في القاهره. 3 over 5 و 2 over 3 الاثنين مختلفين. يبقى نعمل الايه؟ العكس. نعكس زيها زي المقص. يبقى هنا تايم 3 تايم 3 وهنا تايمز 5 تايمز 5. بقى ده اسمه ايه؟ 9 over 15. وبقى ده اسمه ايه؟ بص بقى هنا 2 multiply 5 10 over 15 اللي انا قلت عليه بقى من شويه. اتلاقيت الاتنين ورا بعض. اعمل ايه؟ اسهل حاجه ازود 0. طيب بقى ده هنا 90 وبقى ده هنا 100. اقدر اجيب 10 ارقام. هو عاوز واحد اقول له 91 over 150. السؤال ده في منتهى الاهميه. هقوله تاني. انا بعد لما عملت المقص وعكست
طلعوا ان الرقمين ورا بعض، ده 9 اوفر 10، 9 اوفر 15، وده هيطلع ب 10 اوفر 15. طب وال 9 وال 10 ورا بعض، زود زيرو هنا وزود زيرو هنا، بقى ده 90 وبقى ده 100. هات اي رقمين في النص 91 لحد ال 99. يبقى الاجابه هنختار، ولنفرض مثلا ال 91 اوفر 150. وده كان اخر اكسرسايز معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطت، يا رب تكون استفدت من الدرس. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير، وتعمل لي فولو على الفيسبوك بيج واليوتيوب شانل، سبسكرايب. اشوفكم على خير، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.